بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. مثل ما شاهدتوا بداية المقطع سؤال أحد المتابعين بخصوص المركبات، شحن المركبة، فيقول أنه استبدل الراديتر. طبعا الراديتر هي القطعة الخارجية أو المبرد الخارجي للغاز في مقدمة المركبة، والمبخر يكون أو يسمى الثلاجة صراحة، يكون داخل في الطبلون، يعني داخل السيارة أسفل الطبلون وما شابهه، هذه المسميات. فيقول أنه استبدل الراديتر، وأيضا الراديتر يسمى المكثف الخارجي، وشحن الغاز حسب الكمية المطلوبة للمركبة، شحن 680 جرام تقريبا، لأنه أعتقد أن سيارته تشحن بالوزن ولا تشحن بالفقاعات، فبالتالي شحنها بالوزن حسب المطلوب، الكمية المطلوبة. ولكن تفاجأ الأخ أنه عنده مشكلة أثناء مثلا توقف المركبة تقريبا، يفصل الضاغط ولا يبرد حتى يعود يضغط أو يشغل المفتاح. هذه المشكلة الله يحفظكم سببها أن الأخ هذا وأنتم جميعا أو معظمكم لا يستخدم الميزة المتوفرة في المركبات، والميزة هذه هي عبارة عن وجود خط الضغط الهاي سايد، وصله أو مخرج لقياس خط الضغط، وأيضا مدخل لقياس أو مخرج لقياس خط السحب. وهذه الميزة متوفرة في المركبة، وأنصح الجميع أن يستغلها لصالحه. يجب أن تربط، الله يحفظكم، خط الضغط العالي الهوز الأحمر، العدة الحمراء، على خط الضغط الهاي بريشر، وتربط الماسورة أو الهوز الأزرق على الساعة، والعدة الزرقاء على خط الراجع، وبالتالي ستتمكن من قياس الضغطين، الضغط المنخفض والضغط العالي. ولا أنصح صراحة، قبل لا أنصح، فالأخ هذا الله يحفظكم، بعدين ما نتكلم عن لا أنصح، فالأخ هذا الله يحفظكم استبدل الراديتر أو المكثف الخارجي، ولم يتكلم عن تنظيف الدائرة، يعني تنظيف المنظومة من الداخل. ويجب عليك إذا استبدلت أي قطعة، هوز، مكثف، مبرد، ضاغط، يجب أن تنظف الدائرة من الداخل، اللي هو نظام التكييف أو مو التكييف، نظام التبريد للمركبة، وينظف بغاز 141B على وضع السائل، وبعدين تضيف له نيتروجين أو هواء تزيله، وبعد هذا كله تقوم بعملية الفاكيوم. طبعا أثناء تنظيف الدائرة الله يحفظكم لا يجب أن يكون الضاغط أو الكمبرسر مربوط، دبر حالك، يجب أن لا يتم إيصال أو توصيل الكمبرسر والضاغط. طبعا التنظيف يتم قبل تركيب القطعة الجديدة، يعني قبل أن تركب الراديتر يجب أن تنظف الدائرة، قبل أن تبدل الثلاجة أو المبخر الداخلي يجب أن تنظف الدائرة، قبل أن تبدل أو تركب هوز، ماسورة جديدة أو ضاغط جديد يجب أن تنظف الدائرة، كل قطعة، حتى فلتر، لو في فلتر السيارات القديمة أو بعض السيارات الحديثة ممكن يكون فيها فلتر كبير، أكوميليتر، يجب أن تنظف الدائرة. أي شيء، أي قطعة تستبدل يجب أن تنظف الدائرة، وتنظيف الدائرة يتم دون وجود الضاغط.
ما تنظف الدائرة في الضغط، لأن لو نظفت الدائرة يعني المنظومة عندك والضغط موجود راح تخم كل الكشرة، الأوساخ، الزيت التالف، الشوائب راح تحطها داخل الضغط، وبالتالي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. بعد شو الكلمة اللي أوكي زين. هذا الشيء. الشيء الثاني، بعد ما تنظف وتربط يجب عليك أن تعمل، ممكن تعمل هاي بريشر تيست، تضغط الدائرة بضغط 350 هواء وتشوف هل عندك تسريب أو لا يوجد تسريب. أيضا بعد ما تضمن أن لا يوجد عندك تسريب يجب أن تقوم بعملية الفاكيوم، التفريغ لمدة ربع ساعة نص ساعة، تفرغ الدائرة بعدة الفاكيوم المخصصة للتفريغ، وليس ترك المواسير مفتوحة ويدخل فيها هواء وتقوم أنت وتشحن، هذا خطأ. بعد ما تقوم بهذه الإجراءات كلها طبعا تكون عندك الهوزات الشحن، الهوز الأحمر والهوز الأزرق، عدة القياس الزرقاء، عدة القياس الحمراء مربوطة، فتقوم تشحن بالوزن وتراقب الضغط المنخفض والضغط العالي، يجب مراقبة الضغطين. ممكن يكون عندك هناك مشكلة أخرى في النظام، وبالتالي شحنك للكمية دون مراقبة الضغوط عمل خاطئ. حتى لو تقول أنا شحنت على الوزن، عمل خاطئ. لا تشحن على الوزن أبدا إذا عملت صيانة. الوزن هذا عبارة عن دليل على أن هذه الكمية المناسبة، ولكن أنت لا تعلم أن هنالك مشكلة أخرى. ممكن يكون عندك مشكلة في الضغط، خلاص الضغط هذا صارت عنده فيه مشكلة من الراديتر من أي شيء آخر، وبالتالي يجب عليك أن تراقب الضغوط، الضغط الواطي اللو والضغط العالي يجب أن تراقبهم. هل المنظومة تسحب غاز؟ هل المنظومة تدفع غاز؟ هل التبريد جيد؟ هل التسخين أو التبريد الخارجي للغاز جيد؟ هل التبريد للداخلي على ثلاجة أو المبرد أو المبخر الداخلي جيد؟ وبالتالي راح تعرف هل هناك مشكلة أو لا. أما أنك تشحن أعمى حسب الكمية فهذا خطأ. شحنت 680 حسب الضغط، أنت ما تدري كم الضغط أصلا الوصل معك، ممكن الضغط الحين واصل 320 350 على 680، لأن في مشكلة. أنا ما أتكلم عن أنك خطأ تشحن بالوزن، لا، ليس خطأ أن تشحن بالوزن، ولكن الوزن هذا عبارة عن دليل مقياس لك أن نظامك يأخذ هذه الكمية، هل يأخذها بشكل صحيح؟ هل يأخذها بشكل سليم أو لا؟ هل هنالك مشكلة أخرى أو لا؟ ممكن تكون عندك هناك مشاكل أخرى يجب حلها. ممكن النظام مالك فقط يستحمل 300 حاليا لأن فيه مشكلة، فبالتالي الله يحفظكم الهدف من هذا المقطع يجب أن تراقب الضغطين. استفيد من مخرج الضغط ومخرج السحب في مراقبة الجهاز والنظام، زين، للفائدة. أرجو كل مرة صراحة أنا أكرر هذا الكلام، يعني أقول لكم يا جماعة عندكم خاصية متوفرة في المركبة اللي هو خط الضغط وخط السحب، استفيدوا منها. البعض لا يريد أن يستفيد منها. ليش لا يريد؟ لأنه ممكن راح يفقد كمية من الغاز، هذه الكمية يجب عليك أن تعوضها، رجعها في النظام. ما تعرف ترجعها مشكلتك، خلاص تابع القناة وراح تعرف كيف تسترجع هذه الكمية المفقودة في الماسورة أو في العدة الحمراء. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وإبداء الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام.